السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الشيبسي بتاع المصانع في البيت بطريقة احترافية وصحية وسهلة جدا جدا جدا، بنفس الطعم ونفس الشكل بتاع الشيبسي بتاع بره. حاجة حلوة جدا وصحية. ده غير كمان ان الشيبسي اللي احنا بنشتريه يا جماعة، زي ما قلنا وزي ما احنا عارفين لنا فترة او لنا سنة ان الشيبسي ده مقاطعة. فاحنا بنحاول نعمله في البيت، بس انا وصلت للطريقة الصحيحة اللي بتديني نفس الشكل زي ما انتم ما شايفين كده، ونفس الطعم ونفس اللون. حاجة حلوة جدا جدا جدا، صحية بدون مواد حافظة. ده غير كمان ان الشيبسي، لو جبت كيس شيبسي من بره هتلاقي فيه احيانا 3 4 كده بايظين، لكن احنا هنعمله حاجة مش بايظة. حاجة انت ضمناها بايديكي، يعني مش هنعمل البطاطس البايظة، مش هنقطعها، احنا هنقطع البطاطس الصحيحة السليمة. وكمان هنعملها باي نوع من انواع البطاطس. بس بالله عليكم بالله عليكم، وصلوا لي الفيديو ده ل50 لايك، حاولوا تطلعوني ترند بالله عليكم. ادي نوع بطاطس عادي جدا جدا اللي احنا بنطبخ بيه العادي. انا ما جبتش البطاطس الحمراء بتاعت الشيبسي، انا جبت البطاطس العاديه اللي انا بطبخ بيها عادي. دول حبتين من البطاطس، انا بقشرهم زي ما انتم ما شايفين كده وهنغسلهم كويس. الشيبسي ده حلو جدا يا بنات، موفر، والحبيتين دول هوريكم هيعملوا لي كميه قد ايه من الشيبسي. زي ما انتم ما شايفين انا غسلت البطاطس وهقطعها كمان بالقشاره، مش باي آلة، ولا ما عنديش مكنه شيبسي، دي قشاره عاديه. وانا بعمله على طول للولاد في البيت. حاجه حلوه جدا وصحيه، وكمان بيعجبهم، بيقولوا لي يا ماما ده طعمه زي الجاز بالظبط. زي ما انتم ما شايفين كده انا هقطع الشيبسي، بس مش عايزه امل عليكم الفيديو، انا هقطعهم على جنب وهجيلكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس اعملوا لي لايك. هنا انا قطعت البطاطسيتين، بصوا بقى الكميه اللي جابوها لي. ده غير كمان لما هتستوي هتجيب لي تقريبا بتوع 4 اكياس شيبسي من اللي هم دلوقتي ب15 جنيه. زي ما انتم ما شايفين كده انا هغسل البطاطس دي كويس وهحطها في حاجه واسعه وحملاها ميه. اهم حاجه تحطيها في حاجه واسعه، ليه؟ لان انا حبيتها في التلاجة، والبطاطس هتزيد زي ما انتم ما شايفين كده. دي كان تاني يوم البطاطس زادت معايا لانها اخدت الشكل الانحرافي بتاع الشيبسي، والبطاطسايه بقت جامده زي ما انتم ما شايفين كده. حبه البطاطس خفيفه، سمكها خفيف بس جامده، ماسكه نفسها علشان لما تيجي تتحمر في الزيت لونها ما يغيرش. طب لو انا مستعجله هعمل ايه؟ هجيب ميه متلجه وهحط فيها الشيبس بتاعنا دوت، وهحط فيها مكعبات من التلج ومعلقتين من الخل، وبسيبها ساعه في الميه المتلجه دي بالتلج، واروح اشتغل بيها عادي على طول. هنجيب طاسه فيها زيت، اهم حاجه يكون الزيت غزير. طب لو انا ما عنديش زيت هعمل ايه؟ هجيب اصغر حاجه عندي، لو حتى حله صغنونه عندك، وهروح حاطه فيها زيت. اهم حاجه الزيت يكون غزير. الشيبسي يا بنات عايز زيت غزير علشان ما يلزقش في بعضه. وهحط فيها كميه من الشيبسي، بس اهم حاجه ما تكتريش الشيبسي في الطاسه علشان ما يمسكش في بعضه، ما يلزقش معاكي ويتعجن. زي ما انتم ما شايفين كده انا ما بحطش واحده واحده، او ما بنشفش الشيبسي. انا بجيبه من الميه على الطاسه على طول، بس اهم حاجه ايدك تنها فيه، ما تسيبيش الشيبسي، لازم تقلبيه علشان ما يلزقش في بعضه. زي ما انتم ما شايفين كده بياخد من 4 ل5 دقايق وبيستوي على طول، هيطلع لونه فاتح بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. هنا دي كانت تاني خطوه. زي ما انتم ما شايفين كده انا بحط الشيبسي عادي من الميه على الزيت على طول، وما بحطش واحده واحده زي ما انتم ما بتشوفوا كده، اكني بقلي بطاطس عادي. بس اهم حاجة ايدي فيه، بقعد اقلب فيه علشان ما يلزقش. دي كانت الشوية الاولانيين اللي انا حطيتهم، وزي ما قلنا ما تكتريش في الطاسة، اهم حاجة ما تكتريش، هيلزق ويعجن مع بعضه، خدي بالك من الحركة دي. زي ما انتم ما شايفين كده ايدي فيه، انا بقول من 4 ل5 دقايق هتلاقيها مسكت معاكي، بقت ناشفة على طول. تطلعيها، مش لازم يبقى لونها غامق، حاولي تطلعيها وهي لونها فاتح، وهي لونها اصلا مش هيغمق لان هي اخدت يوم في المية المتلجة في التلاجة. بس قسما بالله لما بتحطيها يوم وتشتغلي بيها تاني يوم بتديك النتيجة بتاعت بره بالظبط. بلاش المية المغلية، لان في ناس بتعمل الشيبس بالمية المغلية
بصراحة انا جربته وطعمه متغير، لكن الشيبسي اللي هو في المية المتلجة نفس طعم الشيبسي بتاع بره بالظبط. هنا كدولت انا هقسمهم على مرتين زي ما انتم ما شايفين كده. بص كده، ده طبق طلع كبير اهو، وانا هقسمهم على مرتين وحطيتهم مره واحده كمان، ما حطيتهاش واحده واحده. بس اهم حاجه ان انا هفكها بالكبشه بتاعتي، بالمصفايه بتاعتي زي ما انتم ما شايفين كده. اهم حاجه هفكهم من بعض في الزيت، وانا برضو ما كترتهاش المعقول. حطي لي بقى لايك وادعميني وانزلي اشتركي في القناه تحت. هنا الطعم بتاعنا احنا هنجيب ايه؟ احنا كده خلصت الشيبسي زي ما انتم ما شايفين لونه تحفه. الطعم زي ما انت حابه. انا عندي كان بصل بودر وتوم بودر وبابريكا، وطحنت شويه ملح عشان يبقى ناعم، وهضيفهم على الشيبسي. انا عايزه اوريكي كده، شوفي بقى الصوت والشكل، اكنه بتاع اكنك جايباه من بره مشترياه. لو عندك عزومه هتعمليه بالطريقه دي وتحطه لهم في الاطباق، هيفتكروا ان انت مشترياه. يا ريت يا ريت تشيروا لي الفيديو ده على قد ما تقدروا. شيروا الفيديو اللي وصلت معايا لحد هنا، شيروا الفيديو يا بنات، شيروا الفيديو يا بنات، شيروا الفيديو علشان كل الناس تشوف الطريقه ومحدش يشتري تاني شيبسي. الناس كلها تعمل مقاطعه للشيبسي وتعمله في البيت. زي ما انتم ما شايفين كده. مش حابه طعم الثوم والبصل والبابريكا، في عند العطار اطعم طعم جبنه، وفي طعم كباب، وفي طعم الفراخ، وفي طعم المشويات، في كل الاطعم. انا طبعا عارفه الاطعم ليه، لان انا بعمل الشيبسي على طول في البيت وبروح اشتري الاطعم دي. فاولادي لما بياكلوه بيقولوا يا ماما ده زي بتاع بره بالظبط، اكنك مشتريه الاكياس دي. يا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا تنزل تدعمني بلايك وتشترك في القناه. وبالله عليكم مش هقول لكم تاني، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الناس كلها تعمل شيبسي وما تشتروهوش من بره. بتاع بره يا بنات صراحه غير صحي بالمره، قسما بالله. بيعملوا البطاطس البايظه وبيقطعوها. انا شفت فيديو على الفيس كان حد منزله ان هم كانوا بيقطعوا البطاطس البايظه شيبسي وبيحمروها عادي وبيكيسوها، والاطفال بياكلوا بيفتكروها ان هي محروقه، لكن هي والله ما محروقه، دي كانت بطاطس معفنه وبايظه، هي اللي بتجيب الامراض وبتجيب الامراض السرطانيه. اللهم احفظنا واحمينا واحمي اولادنا من كل شر. اعملي الحاجه نظيفه في البيت لاولادك، بلاش تشتريه حاجات موفره واقتصاديه. مش هتتعبي والله، ما هتتعبي. يا دوب يعني هتاخد معاكي نص ساعه وهتعمليه. يلا، وفي نهايه الفيديو استودعكم الله واشوفكم باذن الله فيديو جديد في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.